تعالوا اقول لك عجنت الرقاق الفلاحي وطلع مني طري وجميل بطريقه سهله وبسيطه وعلى قد ايد في بيتك، وهتعمليه بسرعه وما شاء الله هيطلع منك طري وبيلف معاكي جميل خالص. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه هتجهزي الدقيق بتاعك، الكميه بتاعتك، وهتضيفي عليها السمنه مع اللبن او الميه بتدفيهم شويه بشويه زيت، وتضيفي عليهم كوبايه زيت وشويه ميه وتعجنيهم. ما بيغطش خميره، رشه ملح ورشه سكر، وتعجنيهم لحد ما العجينه تبقى طريه وجميله قدامك. تبداي تقرصيهم تعملهم كور كده على صينيه، وتبداي تفردي معاكي رقاق برقاقه كده، يعني واحده بواحده تفرديها بالنشابه الاول على الطبليه او على الرخام على حسب ما بتخبزي، وبعد كده تفرديهم وانا كده بدأت فردتها وبدأت ارحها على ايدي عشان هي تطلع رقيقة مني. لو مش هترحيها على ايدك، ما بتعرفيش اللفة دي، على الطبلية وافرديها بالرول بتاعك وبالنشابة ولفيها زي ما انت شايفة كده. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدعموني بلايك وكومنت حلو للفيديو، وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، وقولوا لي جربتوا الطريقة دي ولا لا، وهي كده بتستوي مني في الفرن قولوا لي رأيكم بايه. بتعملوه عندكم ولا لا؟ والطريقة سهلة وجميلة، ولو عملتيه هتحبيه خالص. كده الرواق جهز معايا ما شاء الله، طالع طري وزي الفل.